صباح الخير. ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة زوزو حمدي الحكيم. اتولدت زوزو حمدي الحكيم سنة 1912 في أسيوط، واتخرجت من المعهد العالي للتمثيل سنة 34، واشتغلت في الفرقة القومية. وبدأت زوزو حمدي الحكيم مسيرتها الفنية من خلال فرقة الشاعر خليل مطران سنة 35، وكانت عيلتها محبة للفن فسمحت لها أنها تخوض التجربة. وفعلا قدمت زوزو عدد من الأعمال المسرحية والأفلام والمسلسلات، ومن أشهر أدوارها دور سكينة في فيلم ريا وسكينة. واتجوزت زوزو أكتر من مرة، الأولى وهي عندها 16 سنة لما أصرت أسرتها على الجوازة دي بشرط إنها تكمل تعليمها بعد الجواز، لكن جوزها رفض بعد الجواز إنها تكمل تعليمها، فهربت عند خالتها في القاهرة وأصرت إنها تكمل تعليمها وتم الطلاق. والزواج التاني كان من الصحفي محمد التبعي، وكان جواز سري وما استمرش كتير وتم الطلاق. والمرة التالتة من راجل كانت بتوصفه دايما إنه من أفضل الناس اللي عرفتهم، واستمر جوازهم 25 سنة لحد وفاته. والزوزو بنت وحيدة من جوزها الثالث. وعملت زوزو في الإذاعة أعمال كتير في حياتها. في أوائل الستينات سافرت الكويت وقعدت هناك 4 سنين، وساهمت في تأسيس المسرح في الكويت. ومن أشهر أفلامها ليلى بنت الفقراء وإسلاماه، الموميا، حب فوق البركان. ومن مسلسلاتها أيام لها ذكرى، الجدار، أبناء في العاصفة. وأصيبت زوزو حمدي الحكيم بالشلل لمدة 14 سنة قبل وفاتها سنة 2003.